السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بكره ان شاء الله مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. الزمالك متصدر بخمس نقط. الاهلي لو فاز بكره هيقلل الخمس نقط دول لنقطتين بس. الزمالك لو فاز هيزود الفرق ل8 نقط، طبعا مع في مباراه مؤجله للاهلي، لان مش مؤجله يعني الاهلي كان باي فيها لسه. الزمالك ما خدش الجوله الباي بتاعته، ولكن بشكل عام انا قلقان من ماتش بكره. ليه قلقان؟ هقول لك. اول حاجه لان انت بدات تعمل الشغل اللي الزمالك كان بيعمله زمان، اللي هو ايه؟ الزمالك كان يجي قبل اي ماتش مهم يحصل عنده خازوق كده، اقاله مجلس اداره، مش عارف، تاخير رواتب لاعبين، اللاعيبه متمرده على التدريب، حوارات بتحصل قبل اي ماتش قمه او اي ماتش كبير للزمالك عموما، فالزمالك يأدي بشكل سيء جدا. احنا دلوقتي بنكرر نفس اللي الزمالك بيعمله. احنا تمام، خدنا الزمالك قدوه في الحوار ده دلوقتي. يعني انت بكره عندك اهم ماتش في الدوري حرفيا، الماتش ده يا اما هيرجعك للمنافسه يا اما هيبعدك عن المنافسه تماما. فاهم قصدي؟ الفكره ان الماتش بكره ده لا اما هيخلي الفرق 8 نقط يا اما هيخلي الفرق نقطتين بس. فانت ماتش بكره ده ماتش مصيري بالنسبه لك في الدوري وفي المنافسه على الدوري. انت بقى عامل ايه؟ مشاكل محمود الخطيب مع الفيزا ومش فيزا وحوارات، مشاكل اصابات لاعبين زي احمد سيد، زيزو مش هيلعب بكره، جراديشار مش هيلعب بكره، امام عاشور متغيب، اصابات بالكوم عندك، زائد خد فوق كل ده بقى يعني. واكبر حوار في الحوارات دي كلها حوار المدرب. يعني ايه؟ انا كلاعب دلوقتي، انا كلاعب بتدرب مع عماد النحاس، والمفروض مني ان انا اسمع كلام عماد النحاس. طب انا ايه اللي يخليني اسمع كلام عماد النحاس وانا عارف ان بعد بكره هيجي لي مدرب جديد؟ ما هو انا يا اما كنت لحقت حوار المدرب ده من توقف الدوري اللي فات، يا اما خلاص اوقف الكلام فيه خالص لحد توقف الدوري الجاي. لكن كل يومين والتاني نسمع اسم مدرب جديد جاي الاهلي، كل يومين والتاني مدرب جديد، وكل يومين والتاني مفاوضات. ما هو مستحيل اللاعب يركز. اللاعب هيركز ازاي؟ انا ايه اللي يخليني اسمع كلام عماد النحاس وانا بعد بكره عارف ان انا مدرب جديد جاي لي؟ يا جدعان احنا دلوقتي بنصدر ازمات للفرقه بدون اي داعي. يعني المفروض انا اليومين دول اكون مركز في ماتش القمه، ادخل معسكر مغلق. انا ما اعرفش ليه اللي ادخل معسكر مغلق ولا لا، مفيش خبر حتى عن كده. احنا حرفيا مش موجودين على الساحه غير في مشاكل، مشاكل مع الخطيب، مشاكل بين حسام غالي والخطيب، مشاكل في المدرب، مشاكل لاعبين زي تجديد عقود، اصابات بالكوم. حتى طبيب الفرقه مش عارف ايه وظيفته اصلا مع كل الاصابات اللي عماله تحصل دي. احنا مفيش حد طلع اتكلمنا حتى هنلعب بمين بكره، طب مين هيشارك، مين هيقعد اساسي، مين هيقعد احتياطي، مين هيلعب اساسي. مفيش. لا احنا كل كلامنا في مشاكل، في مدربين، في رايح في جاي. طب اللعيبه هتركز منين؟ المفروض ان انا الماتشات دي بالذات اعمل حاله تكتم قبلها، اخلي اللعيبه تركز، كل تركيزها يكون في التدريبات وفي اللعب فقط لا غير. لكن انا بعمل ايه؟ انا بصدر مشاكل بدون اي فايده حتى. ربنا